السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين في الدنيا؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن صحة واحسن حال. النهاردة هنعمل بطاطس جميلة جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. بصراحة اللي هيجربها مش هيبطل يعملها من حلاوتها وجمالها. عجبت الولاد جدا جدا وعجبتني انا كمان، اول مرة اعملها برضه، لكنها بصراحة جميلة جدا. قطعت البطاطس زي ما شفتوا كده. تعمل الكمية طبعا اللي تناسب أسرتي، مربعات كده عشان أعرف أبشرها على المبشرة. ومعاها جزرتين أو 3 حسب برضو كمية البطاطس بتحطي الجزر يعني. المية مغلية على النار وعصرت فيها عصرة ليمون. عصرة الليمون مع البطاطس دي بتفرق، بتعمل ريحة جميلة كده للبطاطس وبحس إنها جميلة كده. وطبعا الملح المناسب ليكي. هنسيبها تستوي على النار، وهقطع البصلة طرنشات كده زي ما نص دايرة زي ما انتوا شايفين. وهنروح على البوتاجاز شوية، ناخد شوية زيت في الطاسة وهيسخنوا، هننزل البصلة بيهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنتبل البصلة تدبل كده شوية زي ما انتوا شايفين كده، وهنزل عليها حوالي 100 جرام من الجبنة. دي جبنة موزاريلا. لو جبنة رومي طازة هتكون طعمها أحسن كمان، بس بصراحة كان طعمها يعني الولاد بيقولوا يا ماما احنا بناكل بيتزا ولا بناكل بطاطس ولا دي ايه. يعني البطاطس جميلة مش تتخيلوا جمالها بصراحة. والله اللي هيعملها مش هيبطل مرة، مش هيبطل يعملها تاني من جمالها وحلاوتها. نزلت بمعلقة فلفل أسمر على البصلة والجبنة عشان طعم الجبنة البتاع دوت اللهم ذكرني. معلقة من الزعتر. أيوة الزعتر، دايما بنسى اسمه مش عارفة ليه. هنقلبهم على النار شوية. البصلة لما بنحط عليها الفلفل الأسمر بتبقى ريحتها جميلة وبتخلي ريحة الأكل كله جميل مع الزعتر. قلبناهم كده شوية لحد الجبنة مساحت والبصلة كانت دبلانة أصلا، يعني مكملناش 3 دقايق كده وهندفع عليهم. يا رب يا حبايبي اللي يعجبه الفيديو يشترك ويشجعني ويعمل لايك، يعني على المجهود اللي الواحد بيعمله والتعب اللي الواحد بيتعبه. يعني شجعونا بلايك واشتراك. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يا رب. نجرب وصفات ونعمل عشان حاجة تعجبكم وتاخدوها جاهزة كده. يعني ربنا يصلح ما بين ايدينا جميعا يا رب. هلا هبشر البطاطس والجزر كده على المبشرة. ممكن نقول هرست البطاطس، لأ كده أحسن. أنا مش عايزاها تبقى تدخل في بعضها قوي، عايزاها تبقى منفوشة المبشرة كده أحسن. بعد ما بشرناهم حزمة من بقدونس كده صغيرة، هقطعها وهنزل بيها على البطاطس برضو. معلش اسفة على الصوت، الشارع برا في دوشة، عربيات رايحة وتكاتك جاية. نزلت بالبقدونس على البطاطس والبصلة والجبنة والتتبيلة. يعني انتي طبعا تحطي اللي انت عايزاه. هنحط رشة كمان من الفلفل الأسمر، وديت رشة كمون، نص معلقة كمون. البطاطس بتحب الكمون أصلا. 4 معالق دقيق، أنا معبراهم بالمعلقة ديت 4 معالق. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنقلبهم كويس كده في بعض لحد ما يختلطوا، ما يبقاش في حتة لوحدها من البطاطس، تختلط كل حاجة في بعضها عشان مش يبقى في حتة لوحديها وبطاطس لوحديها وخضار لوحده او بصل لوحده والجبنة كده. الرشة اللي حطيتها ديت بالمعلقة الصغيرة دي حوالي ربع معلقة صغيرة من الكربونات، وهي كربونات الصوديوم. ليه؟ عشان هتديها نفشة كده.
متبقاش ماسكة في بعضها كده، كأنها بطاطساية لسه ما عملناش فيها حاجة. دي فرقت معايا يعني، رشة الكربونات ديت نفشتها كده وخلتها جميلة. معانا كمان ناخد شوية بيضة، وهناخد بيضة وعليها شوية فلفل أسمر وشوية زيت في طبق وشوية كريسبي كده من بتاع الكنتاكي. بصراحة الكريسبي دون فرق معاها خالص يعني. قطعيها بقى زي ما انت عايزة، يعني دواير، أصابع، زي البانيه كده البتاع دوت. المهم قطعيها زي ما انت عايزة تقطعيها يعني، مش هتفرق معاكي. المهم الشكل اللي تحبيه اعمليه، مش في اي مشكلة خالص. نلفها كده في الكريسبي وتدوسي عليها كده بايديكي عشان ما ينزلش منها، يعني متغلفة كلها كده من بره ومن كل ناحية. هنغلفها كلها كده وهنروح على على البوتاجاز بقى ونحمرها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بصراحة يا جماعة والله وصفة أنا ما كنت أتخيل حلاوتها. أنا عملت وصفات بطاطس قبل كده وديت من أحلاهم، يعني من أحلى الوصفات اللي عملتها. مش بشكر فيها عشان يعني لا، انتوا هتجربوا بنفسكم، اللي هيحاول يجربها فعلا هيعرف ان انا صادقة قد ايه ان هي جميلة فعلا. هكملهم كلهم بالطريقة دي. بقيت الكمية ديت مش عملت كله عشان احنا بنحب الاكل سخن، لما على قد اللي هياكل يعني بعملها على قد الاكل. عملتها على الغدا، واللي بقي يعني ابني كمان رايح الكلية قال لي انا عايز فطار من البطاطس دي. قلت له حاضر. ننزل بيها في الطاسة كده بعد ما سخن الزيت. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. دايما يا حبيبي اذكر الله واستعينوا بالله دايما، ربنا يكرمنا يا رب جميعا كده ويسر امورنا. بصراحة ريحتها بقى طالعة في التحمير جميلة يعني، وشكلها كده تحفة مغرية في الأكل. لما تدوقيها كده هتلاقي نفسك مش عايزة تبطلي أكل منها. أنا بقى نسيت أطلعها على ورق زبدة أو ورق مناديل مطبخ عشان تمتص الزيوت. طبعا لما تيجي تعمليها بقى هتطلعيها أكيد على ورق مطبخ، مناديل مطبخ عشان تمتص الزيت الزيادة. بصراحة يعني يا ربي يسعدكم ويفرح قلوبكم كل مشتركين الجدد والقدامى، ربنا يبارك فيهم يا رب ويسعدهم زي ما أسعدوني باشتراكاتهم يا رب. شايفين بقى عاملة ازاي؟ قرمشة من بره، بتسمعي صوت كده وانتي بتاكلي، جميلة جدا. حاجة يعني مش كنت متخيلة الجمال والحلاوة بتاعتها. ألف هنا وشفا اللي يعملها ويجربها يا رب، وربنا يسعدكم ويبارك فيكم وفي أولادكم يا رب. شايفين عاملة ازاي؟ وبتفرق بقى الجبنة، لو جبنة رومي طازة هتبقى طعمها أحلى من الجبنة